تعرف إن مش كل حاجة بتنجح لازم تكون أحسن حاجة، وكوكا كولا كانت أهم دليل على كده. سنة 1886 السوق الأمريكي كان مليان مشروبات وعصاير وخلطات بتعملها الصيدليات بتقدم على إنها مفيدة أو منعشة. الناس متعودة تدخل الصيدلية تشرب حاجة وتمشي، الاختيار سريع ومفيش اسم معين معروف. في الوقت ده جون بيمبرتون صيدلي في أتلانتا قرر يعرض مشروب جديد للناس يجربوه تجربة بسيطة. المشروب اتحط في الصيدلية، الناس تشرب تدفع تمشي. بعد فترة قصيرة بيمبرتون بدأ يحس إن في مشكلة، البيع واقع والمنتج مش ماشي وسط الزحمة، فقرر يبيع التركيبه ويخرج من القصه دي. قرار منطقي في سوق زحمه ومنتج ملوش اي تعريف. التركيبه راحت لاسا كاندلر، واول حاجه عملها انه قرر يراقب. لاحظ حاجه مهمه، الناس ما كانتش بترفض المشروب لكن برضه ما كانتش بترجع له، وده معناه ان المشكله لا هي جوده مرفوضه ولا تميز كافي. المنتج واقف في النص، مقبول لكن بلا دافع. في الوقت ده النقاشات بدات، اللي حوالين كاندلر شايفين ان الحل واضح، نعدل في الطعم، نقوي الفايده، ونشرح للناس المنتج احسن. وهنا كاندلر وقف النقاش لانه فهم انها كلها بتفترض ان المشكله في المنتج، وكاندلر اكتشف ان المشكله ان الناس كانت بتدخل الصيدليه من غير ما تكون محدده اصلا هي عايزه ايه، وبالتالي بتاخد يتعرض عليها وخلاص. يعني قرار الشراء هنا ضعيف وسهل يتغير. من هنا اخذ كاندلر قرار واضح، كوكا كولا لازم تكون موجوده في دماغ الناس قبل ما تحط على الرف اصلا. ابتدى يحط اسم كوكا كولا في كل مكان الناس بتشوفه، لافتات على الصيدليات، لوحات في الشوارع، وهدايا مطبوعه بالاسم توزع على الناس. الهدف ان الاسم يتشاف فيتكرر فيتحفظ، وبالتوازي وحد الشكل علشان اي حد يشوفه يعرفه فورا من غير اي تفكير. وبكده كوكا كولا ما كانتش بتنافس على الرف، كانت بتشتغل قبل الرف بكتير، بمعنى اوضح على السلوك. والنتيجه كانت واضحه، الناس ما بقتش تدخل الصيدليه وتختار، بقت تدخل وتطلب الاسم مباشره. وده كان الفارق الحقيقي بينها وبين كل المنتجات الموجوده في السوق. وده درس كوكا كولا الحقيقي، اللي يسيطر على السلوك يسيطر على الاختيار بدون اي مجهود. سلام.